السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ام حوا في فيديو جديد. هنعمل مع بعض ان شاء الله المربى الجميلة ديت، مربى البرتقال بالجزر. حاجة حلوة قوي وطعمها حلو وجميلة، والموسم بتاع البرتقال موجود وموسم الجزر موجود. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. نخش مع بعض على الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معايا هنا ايه يا حبايبي؟ معايا كيلو برتقان بسرة، بسرة مش بلدي ولا سكري. تمام. ومعايا كيلو جزر. جبت حلة عليها مية، فيها مية. هحط البرتقان، هنسلقه بحاله كده بمحتاله، ما كل حاجة فيه هنستفاد بالقشرة وهنستفاد بالبرتقان، مش هنرمي حاجة ان شاء الله يعني. كده خلاص السلق معايا وشلته يبرد. وهنا هنفرم الجزر. هنبشره، يعني لو عندك مبشرة يدوية تمام اعملي بيها، لكن انا عندي الخلاط هعمل في الخلاط. تمام كده. حطوا لايك للفيديو بقى يا جماعة، وصلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. يجعل البركة دايما عندكم وعندنا يا رب. كده خلاص خلصت كمية الجزر. هجيبها بقى ونحط عليها ايه. احنا دلوقتي معانا كيلو جزر وكيلو برتقال، هنحط كيلو سكر. هحط السكر كله على على الجزر، وهسيبه يتشرب الجزر بالسكر كده، يتغلف لغاية ما ينزل ميته. مفيش نص ساعة بالظبط هتلاقيه بقى زي الفل. حاجة سريعة كده تنفع بقى في السحور. كل سنة وانتم طيبين، يعني ينعاد علينا الأيام كلها بخير. حلوة ومغذية جدا ومفيدة. أنا عملتها قبل كده بس مش بالبرتقال، عاملاها مربى جزر عادية، لكن أنا عملتها بالبرتقال. ادت طعم أحلى وقيمة غذائية أعلى طبعا يعني. هنا هنقشر البرتقال ونشيل القلب الأبيض ده، وهنقشره هنفرمه كله في بعضه كده بالقشرة بتاعته، مش هقشره. هو يعتبر يعني ايه، واخد نص سوا. انا عاملة كده علشان المرارة اللي في البرتقانة في القشرة نزلت في المية اللي انا سلقته فيها، يعني كده البرتقان مش مر. والبرتقانة بصرة ما يبقاش فيه مزازة زي البرتقان البلدي او البرتقان السكري. لكن يبقى بصرة طبعا هو حلو، بس عشان انا اديته الغلوة ديت علشان المرارة بتاعة القشر تنزل في المية بتاعته دي. طبعا هنستغلها في اي حاجة تانية. حطيت الجزر وحطيت البرتقال، وهنسيبه لما يستوي خالص. انت لو انت عايزة تفرمي البرتقال في الكبة تنعميه اكتر من كده براحتك. انا بس انا علشان انا حطاه قطع، علشان في الاخر هديله فرمة في الكبة هو والجزر، اخلي المربى بتاعتي ناعمة شوية، ما بيحبوهاش خشنة. تمام كده. كل شوية نقلب على نار هادية خالص. هيستوي معانا الجزر وهيستوي البرتقال، وهتشوفوا ما شاء الله زي الفل مربى. ريحتها حلوة قوي قوي. البرتقال مدي للجزر ريحة حلوة. صلوا على النبي يا جماعة عليها أفضل الصلاة والسلام. كل شوية نكشف ونغطي علشان البخار يسوي معانا البرتقال ويسوي معانا الجزر. كده بدأ دخل في السوا خلاص، بس طبعا لسه عايش كمان شوية لغاية ما المية بتاعته تبدأ تنشف شوية بشوية. زي ما انتوا شايفين معايا كده، انا لسه ما حطيتش ولا ليمون ولا حطيت حاجة. في المرحلة دي هنعصر ليمونة، ليمونة كاملة، وهحط نص معلقة ملح ليمون. هنشيل البذرة بس عشان وقعت من العصير. ونقلب كده كل شوية. شايفين الحلة ما فيش فيها اهم حاجة شياط من تحت. اهم حاجة وطي المربى على نار هادية. ودي نص معلقة الملح الليمون، مادة حافظة وبتديها مزازة كده جميلة حلوة قوي. هنحط كمان بس في الاخر هحط لها قرنفل. القرنفل مع الجزر والبرتقال بتدي طعم حلو قوي. كده بدأت ايه، انا خدتها، معلش المقطع ده بقى ما جاشي، انا ضربتها في الكبة مع بعضها وحطيت القرنفل زي ما انتم شايفين كده. وهنسيبها برضو ايه تغلي غلوتين، وبعد كده هنطفي عليها. كده المربى بتاعتنا خلصت وبقت جميلة وزي الفل. تعوريها لكم في الطبق. بصوا متماسكة ومفيش فيها
كتل كده وجميلة، وتشم ريحتها بقى ايه مخلية البيت ريحته مفحفحة من الجزر والبرتقال. اعملوا لايك بقى للفيديو الجميل ده. ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب. هنعبي بقى في البرطمانات وهي سخنة. دي منها تعقيم للبرطمانات، انا متعقماها طبعا وغسلاها ومنضفاها، بس لما بتعبي المربى سخنة بتعقم البرطمان كمان. تمام كده، حاجة سهلة وحاجة جميلة. انا عملت قبل كده زي ما قلت لكم مربى الجزر، بس لما جربتها في البرتقال بصراحة طعمها حلو قوي يا جماعة بجد. جربوها بالطريقة ديت، حاجة سهلة كده وسريعة، ما خدتش وقت معانا خالص، يا دوبك ايه ساعة بالظبط وكنا مخلصين. دي بقى المربى بتاعتنا الجميلة، تعملوها كده بألف هنا وشفا. الموسم بتاع الجزر موجود اليومين دول حلو، والخضار بتاعنا حلو. ربنا يجعل الخير دايما عندنا يا رب، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا الأيام كلها بخير وسعادة وفرح يا رب، وما نتحرم من أي حد احنا بنحبه، ويخلينا أولادنا. واللي ما عندوش أولاد ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته. أشوف الشكر على خير، والسلام عليكم.